فلو أن إنسانا سرق مالا ثم اتجر به وحصل ملايين من الأرباح، فما حكم أرباحه؟ حرام، لأنها تتبع أصلها، والأصل ساقط فيسقط تملك الفرع. أنت أصلا أصل مالك هذا لم يدخل تحت ملكيتك، لأن المتقرر في القواعد أن المال الحرام لا يملك. أموال الربا عند المرابين ما يملكونها عند الله، فالمال الحرام لا يملك. فجميع تلك الفروع الربحية والملايين التي لا عد لها ولا حصر كلها يجب عليك أن تتخلص منها فورا، ولا أظنك فاعل، لعظم محبة المال في النفوس لا يستطيعها إلا من يسر الله له. اليوم سئلت وأنا قادم عن إنسان، من اللي سألني يا شيخ هيثم؟ أمس ولا اليوم؟ الشاهد أنني سئلت عن إنسان اختلس مالا ثم حصل بسببه أرباح بالملايين، فأفتيته بهذا، أنه إذا سقط الأصل سقط فرعه، وأنت غير مالك للأصل فلا تملك فرعه. فما بني على الباطل فهو باطل، وما بني على الحرام فهو حرام، والله أعلم.